المسلسل اللي حقق أعلى نسبة مشاهدة وبقى رقم 1 على منصة شاهد، مسلسل أشغال شقة. طبعا مش هقدر اتفرج على الكم الرهيب ده من المسلسلات في رمضان، لكن النهارده انا حابه اكلمكم عن مسلسل اشغال شقه، لان المسلسل ده بيفكرني بمواقف وشخصيات حصلت معايا انا شخصيا كتير جدا. هي كانت وقتها بصراحه صعبه، بس بعد كده لما بفتكرها دلوقتي بلاقيها مضحكه جدا. واكيد انتوا كمان حصل معاكم مواقف زي كده، او في حياتكم نفس الشخصيات دي الطبيعيه اللي موجوده في المسلسل، زي مثلا الام المتحكمه او المتسلطه، او مثلا الام اللي ضايعه في البلاله اللي مش في دماغها اي حاجه. فحابه ان انا اتكلم معاكم على المواقف دي. انا بحب هشام ماجد جدا، وهو عامل الدور لذيذ جدا وطبيعي. وطبعا اسماء جلال هي بتعبر عننا كلنا الستات الغلابه اللي بيمروا بمراحل الحمل والولاده والتخن بعد الولاده، والله الله بقى لو بتشتغل فيبقى الموضوع اضعاف المجهود والتعب. احكي لكم كم موقف كده حصل معايا اول ما خلفت. انا مامتي من الشخصيه بتاعت اللالا لاند، مش المتحكمه خالص. واول يوم صاحيه فيه بعد لما رجعت من المستشفى ولسه محتاسه، وكان اول بيبي ومش عارفه اعمل معاه ايه، وماما برضو حبيبه قلبي هي ناسيه خالص كل حاجه. لقيت ماما بتقول لي بصي بقى يا مها يا حبيبتي، هاتي بقى اللابتوب كده حطيه على رجلك وانتي قاعده، ونزلي لي الاغاني اللي انا بحبها، حطيهم لي على فلاشه. انا بقى بعد 3 ايام بالظبط قالت لي انا تعبانه وعايزه اروح بيتي وبيتي وحشني. ماما انتي سبتيني بدري قوي يا ماما، انا عامله حسابي على الاقل مثلا اسبوع. اول ترند طلع المسلسل ده وموتتني على روحي من الضحك. انتصار كانت عامله دور خطير، شخصيه ام صابرين اللي هي طول الوقت ماسكه التليفون بترغي فيه، وكل ما حد يطلب منها طلب تقول له من عينيا، وفي الاخر ولا بتعمله، ولو عملته يا اما بتعمله غلط او بتعمل منه مصيبه. انا بقى شخصيا كلمه من عينيا دي اعتمدتها في القاموس بتاعي. لما اي حد بعد كده هيطلب مني حاجه وانا مش عايزه اعملها له هقول له من عينيا. بمناسبه حكايه الرغي في التليفون، مره جات لي واحده من اثيوبيا طول الوقت بتتكلم في التليفون، بس يا ريتها بتتكلم طبيعي، لا هي فاتحه السبيكر وقاعده تكلم جوزها. فانا سامعه الحوار، حسيت لفتره طويله ان جوزها قاعد معانا في البيت. الشغاله القمر المزه اللي طلعت في الحلقه. في موقف حصل علق معايا جدا وفاكراه ومش قادره انساه من كتر ما هو بيديك مشاعر مختلطه. هو كوميدي وفي نفس الوقت مرعب، وفي نفس الوقت ازاي ده حصل. بتبين ان في ستات قواي ورهاب، والست دي بصراحه جباره ومعرفش جات لها الفكره دي ازاي. عمرو اديب حكى قصه عن ست روحت البيت سمعت جوزها في علاقه مع الشغاله الفلبينيه بتاعتهم. هي بقى مش تعمل زي الستات المصريات كده والله، والاجانب وكله برضو بيعمل كده، ان هي بقى تخش وتزعق بقى وتقوم مكسره الدنيا بقى وتقلب وتكسر وتصرخ وتعمل كل الحاجات دي خالص. هي راحت خرجت من البيت وعملت نفسها ان هي ولا سمعت اي حاجه خالص. بعد يومين جوزها راجع من الشغل ما لقاش البنت الفلبينيه، فقالت له ان المكتب كلمني وقال لي ان انا لازم اعمل لها تحاليل. فروحت عملت لها تحاليل لقيت ان هي عندها الايدز. الراجل وقع من طوله وجات له ازمه قلبيه، وهو في المستشفى مراته قالت له ما تخافش، على فكره انا اخترعت الموضوع ده علشان تحرم ان انت تعمل كده تاني. ايمان السيد رهيبه، انا بحبها جدا وبتضحكني حتى لو هي ما اتكلمتش. عندها نظرات بتعملها بتموتني على روحي من الضحك. كفايه كلمه انزلهبه انزلهبه، خلاص دي كلمه بقت ترند، كلنا بقينا نقول انزلهبه. وايمان السيد عملت الدور ده بشكل خطير. بعيدا بقى عن انزلهبه، جات لي واحده من كينيا عشان تساعدني، فكنت ما اقول لها يلا بسرعه عايزين نلبس ونجهز عشان مثلا عندنا ميعاد دكتور او خارجين او بنعمل اي حاجه مش عايزين نتاخر. الاقيها تقول لي مام بليز I want to take a shower. الاقيها راحت واخده نفسها ودخلت الحمام تاخد شاور. طبعا احنا مستعجلين وعايزين ننزل، فانا الاقي نفسي انا اتدبست في ان انا اللي بلبس الولاد وبجهزهم واجهز الشنطه واعمل كل حاجه، وهي بقى تطلع من الشاور عشان ننزل. انا بقى نازله منكوشه وشكلي صعب جدا، وهي بقى مستحميه ورايقه وكول خالص. عملت فيا الحركه دي كذا مره
لحد ما كنت هتنقط. طبعا تيتا صفية الجميلة الخطيرة دي ولا بتسمع، وعندها أمراض الدنيا كلها، دي كارثة. قلبت عليا بقى المواجع، إن أنا كانت في واحدة برضو جاتلي وكانت طول الوقت تقولي أنا عندي صداع، انا تعبانه ونايمه. الاقي نفسي انا قاعده اعمل لها شاي واديها البنادول، مره في 2 في 3 لقيت ان هي طول الوقت تعبانه وعندها صداع ونايمه. وبعدين انا والله كمان ببقى تعبانه وبيجي لي صداع، انا جاي بقى تساعدني. ده كده سريعا مواقف كتير المسلسل فكرني بيها. المسلسل ده لذيذ جدا وهيجيبوا ضيوف شرف اكتر، بس انا مش عايزه احرق لكم المسلسل واقول لكم مين هيجي. بس للاسف المسلسل ده 15 حلقه بس انا بتمنى ان هم يعملوا جزء تاني منه. كفايه كده، انا تعبت.